حبيت النهاردة نقدم العدس بشكل مختلف غير اللي احنا متعودين عليه، فاخترت لكم وصفة من المطبخ الهندي. طاسة العدس القمر دي طعمها حكاية، متأكدة ان انتوا هتقوموا تعملوها حالا لان مكوناتها بسيطة قوي، طريقتها سهلة، وكمان تشكيلة البهارات بتاعتها مش معقدة، يعني اكيد هتلاقوها عندكم في البيت. ممكن تاكلوها برغيف عيش ملدن كده او مع شوية رز، في الحالتين طعمها يجنن. اكلته مره في مطعم وعجبني جدا، ودورت في صفحات الفود بلوجز الهندي وكده والباكستاني لحد لما لقيت طريقه عجبتني، بس قدمتها النهارده بطريقتي الخاصه. يلا نشوف هنعمله ازاي. هنبدأ ب 300 جرام من العدس الأحمر، يعني تقريبا كوباية ونص. ناخدهم نغسلهم كويس تحت المية الجارية لحد ما تقريبا كده المية تنزل شفافة خالص، وبعد كده نصفيهم كويس. هتلاقوا كده حجمهم بينفش ويزيد بعد ما بيتغسلوا. نفرم بصلتين متوسطين في الحجم ده كده، يعني تقريبا 250 جرام، ما يكونش فرم ناعم قوي ولا خشن. سخنت شوية زيت على النار، دول تقريبا أقل من تلت كوباية زيت. أول ما الزيت بيسخن بقوم منزلة البصل، أهدي بقى النار شوية ورشة ملح على البصلة علشان تساعد إن البصل ينزل ميته ويدبل أسرع. ما تقلوش البصل على نار عالية يا جماعة، لأنه لو النار عالية البصلة بتتحمر من بره بسرعة ومن جوه ما بتكونش لسه اتكرملت، فالطعم بيفرق خالص. انتوا بقى وراحتكم. بقلبه على النار شوية وبعدين بقوم مغطياه علشان البخار ينزل كده، فيساعد ان البصلة تتقلب براحتها وما تتحرقش. وكل وقت والتاني بكشف الغطا واقوم مدياله تقليبة. حسيت هنا ان البصل شرب الزيت بتاعه كله، فبدل ما ازود زيت زيادة بقوم حاطة كده سرسوب او نقطتين مية كده علشان تعمل ديجليز واكمل كرملة البصل. هنكرر الموضوع ده لحد لما البصلة يبقى لونها ذهبي ومتكرملة وريحتها حلوة قوي، تقريبا بتاخد منكم 3 دقايق. اول ما البصلة توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، دلوقتي هزود عليها معلقة كبيرة من الثوم والزنجبيل الطازة المفروم. بنديهم تشويحة على النار كده لحد لما ريحتهم تبان، وبعد كده بنزود عليهم معلقة ونص صغيرة من الملح أو على حسب ما تحبوا، وشوية بهارات اللي هي عبارة عن معلقتين صغيرين من البابريكا، معلقة صغيرة مليانة كده من الكزبرة والكمون، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الكركم، وشطة حسب رغبتكم. ولو مفيش زنجبيل طازة بنحط معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة. ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود بتزود من امتصاص الجسم للمواد المفيدة اللي في الكركم. وفي كمان هتلاقوا ربع معلقة صغيرة من الحلبة المطحونة، بس دي اختياري، يعني لو مش موجودة خلاص. شوحتهم شوية على النار كده، وزودت نقطة مية صغيرة علشان أكمل تشويحهم على النار، لأن الزيت زي ما قلت لكم ما كانش باين قوي وأنا مش عايزة أزود زيت أكتر من كده. بعد كده هنضيف معلقة كبيرة كده مليانة من صلصة الطماطم ونقلبها على النار. الأطباق الهندي معروفة إنها بتكون حارة يعني حامية، فلو حابين ممكن نزود قرن أو اتنين كده من الشطة. وكمان هنضيف معاهم 3 طماطمات كبار متقطعين كده مكعبات صغيرة، ونقلبهم على النار كده. عايزة أسبك الطماطم الأول، فهزود يعني شوية مية صغيرين كده، وهغطي الطاسة وهسيبها بقى دقيقتين ولا حاجة لحد لما الطماطم تتسبك. بعد ما الطماطم تتسبك هزود عليها العدس وهقلبه شوية، وبعد ما نقلبه شوية بقى مع التسبيكة بتاعتنا هنزود عليه تقريبا يعني 7 كوبايات من المية المغلية أو من المرقة، يعني ده أو ده. ونغطي العدس ونسيبه على نار هادية كده تقريبا نص ساعة لحد لما العدس يستوي كله تماما. انا بعز الطاسه دي جدا وبحب اصور فيها، بس للاسف كان حجمها صغير على العدس فنقلته في طاسه اكبر علشان اكمل فيه تصوير. بعد النص ساعه ما فاتت كان العدس استوى خالص وكانت ريحته حلوه جدا. هنضيف له بقى شويه اضافات هتخليه احلى واحلى كمان، يعني هنضيف الاول نص كوبايه من الكزبره المفرومه، بتديله ريحه وطعم كده وشخصيه حلوه جدا. كمان معايا بطاطستين متقطعين مكعبات صغيره، حمرتهم بس في القلايه الهوائيه علشان ما بحبش الزيت الكتير. قطعت البطاطس مكعبات وغسلتها كويس ونشفتها وزودت عليها رشة زيت كده، وعلى القلاية الهوائية بقى على برنامج البطاطس كان عندي تقريبا على درجة حرارة 195. أخدت 25 دقيقة من وقت للتاني كنت بقلبها. وكمان هزود مع البطاطس يعني تقريبا ربع أو تلت كوباية من الحمص المسلوق. الحمص والبطاطس إضافات من عندي، يعني هي مش موجودة في الوصفة الأصلية. هسيبهم كده يغلوا كام غلوة مع بعض على نار هادية، وفي الوقت ده هحضر الطشة اللي هحطها فوق العدس. معلقتين 3 كبار كده مليانين من الزبدة، هنشوح فيهم فصين من التوم المهروس كده لحد لما التوم يبقى لونه ذهبي فاتح وتبدأ ريحته تبان.
هنزود عليه دلوقتي معلقة صغيرة مليانة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الكمون ومن الكزبرة وشطة على حسب ما تحبوا، ونشوحهم بقى مع الثوم في الزبدة كده لحد لما ريحتهم تبدأ تبان. تشويح البهارات كده في المادة الدهنية بيسموه في الهند التدكة، فأنا دلوقتي هزود عليها معلقتين كبار مليانين كده من الكزبرة الخضراء، وكتروا بقى على قد ما تقدروا من الكزبرة الخضراء لأن طعمها بيبقى حلو قوي مع العدس. دلوقتي كده يدوب تقلبتين وهاخد الطشة بتاعتنا ونقوم صبينها فوق العدس. دي طشة تتكة ايه، طشة مصري أصيلة. الوقت ده كله كان العدس على نار هادية خالص، بنديله تقلبتين ونسيبه يغلي على النار غلوتين قد دقيقة أو 2 لحد لما تاخدوا القوام اللي انتوا عايزينه. في العموم العدس كل ما هيبرد كل ما هيتقل معاكم. لما نيجي نقدمه بنرش عليه كده معلقة من الزبدة مع البابريكا ورشة من الكزبرة الخضراء، وكمان لو عندنا من البصل بتاع تحمير الكشري ده الورد الجميل بنزين بيه العدس، وممكن كمان شوية من الحمص المسلوق. طبعا العدس اذا اتبقى منه حاجة وبات في التلاجة بيتقل قوي، فلما نيجي نسخنه بنزود معاه شوية مية صغيرين او مرقة لحد لما يخف ويرجع للقوام اللي احنا بنحبه. الريحة كانت تجنن، يا سلام بقى لو عندنا رغيف عيش ملدن كده مليان لبادة تاخد كل العصارة اللي موجودة في العدس بتبقى تجنن. كمان ممكن تقدموه مع الرز يعني زي ما تحبوا. انا كنت عملت قبل كده وصفة العيش مميز قوي اللي هو خبز الدار، سميته برضو في الفيديو قرص التوفير، فلو حابين تشوفوه موجود هسيب لكم اللينك بتاعه. لو وصلتوا لاخر الفيديو بشكركم جدا، لو انتوا لسه جداد على القناة فاشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة، ولو انتوا على الفيسبوك بقى ما تنسوش تدوسوا فولو. ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.